مساء الخير عليكم واهلا بيكم حلقه جديده من حكاوي تاوي. النهارده هنحكي لكم حكايه ملك مشهور جدا في التاريخ المصري القديم، ومن اشهر الملوك على مستوى العالم، ويمكن انتوا كلكم تعرفوا اسمه، وهو الملك توت عنخ امون، اللي هو كان الحقيقه ملك غير محظوظ اثناء حياته وبعد وفاته، ولكنه حصل على المجد والشهرة بعد وفاته بحوالي 3000 سنة، لما اكتشف العالم الأثري هوارد كارتر البريطاني مقبرته في عام 1922، ووجد فيها الكنوز الجميلة والعظيمة اللي هي لازالت يعني محط أنظار العالم. الحقيقة توت عنخ آمون حكم مصر أو بقى ملك على مصر في عصر الأسرة ال18 وهو عنده 9 سنين، كان لسه طفل. وده بعد الموت المفاجئ لوالده إخناتون وأخوه الأكبر سمنك كارع، فأصبح هو الوريث الشرعي الوحيد وهو طفل عنده 9 سنين. فتولى الحكم، وكان طبعا تحت وصاية كبير الكهنة في مصر اللي هو وقائد الجيوش حور محب. وبيذكر المؤرخين ان توت عنخ آمون كان ابن بالتبني لإخناتون، يعني ما كانش ابنه الشرعي، كان ابن بالتبني، لان إخناتون ونفرتيتي زوجته كان عندهم بنات بس ما خلفوش ولاد. لكن توت عنخ آمون بمجرد زواجه من بنت إخناتون اللي هي عنخ سمن با آمون أصبح هو الوريث الشرعي للعرش طبقا للقانون المصري القديم. فالحقيقة توت عنخ آمون وهو طفل أصبح ملك، والدولة في الوقت ده كانت بتمر بمرحلة صعبة جدا. فبعد الإمبراطورية الكبيرة اللي أسسها تحتمس الثالث في القرن الخامس عشر، بدأت الدولة في عصر الأسرة ال18 في الضعف، وفي يعني بيوصفها المؤرخين إن هو يعني بقت الإمبراطورية تنكمش بسرعة زي البالون المثقوب. وده لأن كان مثلا منحتب الثالث اللي هو جد توت عنخ آمون اللي هو والد إخناتون تولى الحكم وهو في فترة الدولة قوية وغنية ونفوذها على كل جيرانها، وكان متفرغ بقى لحياة الرفاهية وبناء القصور والمعابد والبحيرات والتمتع. فده أصاب الدولة بالضعف، لأنه تم إهمال شؤون الدولة الخارجية والمخاطر اللي هي بتحيط بها في الداخل والخارج. فالمؤرخين بيقولوا إن لما تولى توت عنخ آمون الحكم كانت الأوضاع يعني صعبة ومضطربة، وطبعا كان إخناتون والده أصلا مشكلة. يعني إخناتون كان أكتر ملك في التاريخ المصري القديم اتكتب عنه، ووصفوه إن هو الملك المبتدع في الدين والملك الضال، وأنصاره كانوا بيوصفوه إن هو نبي، لأنه جه غير الديانة المصرية القديمة وعقيدة المصريين من عبادة آلهة متعددة لعبادة إله واحد، ودعا لدين التوحيد، ورمز للإله الواحد ده بقرص الشمس وسماه أتون. وعمل عاصمة جديدة في تل العمارنة، ونقل مقر العاصمة من طيبة في الأقصر لتل العمارنة في المنيا عشان يبعد عن نفوذ كهنة آمون وكهنة الآلهة الأخرى في طيبة اللي هي الأقصر. وعمل الحقيقة هدم معابد آمون وهدم معابد الآلهة الأخرى، فكان يعني في مشكلة كبيرة، وكانت الكهنة ليهم نفوذ كبير جدا
في الوقت ده. فبيوصف المؤرخين بقى الحالة اللي بعد وفاة إخناتون وتولي توت عنخ آمون، بيوصفوها في عدة نقاط كده، بيلخصوها في عدة نقاط. فمثلا بيقولوا إن كهنة الديانة القديمة اللي هي كهنة آمون والآلهة الأخرى كانوا حاسين إن هم متأيدين، وطبعا يعني زي اللي هو ما بقاش ليهم نفوذ، وبيشوفوا إن في سخرية من معابدهم وآلهتهم، وكمان بيشوفوا إن مصدر رزقهم الكبير جدا بيروح من إيديهم، لأن المعابد كانت بيخصص لها أموال كتيرة من الدولة وأراضي، ده غير التبرعات والقرابين اللي بتجيلها من كل حتة. فلقوا إن مصدر رزقهم ونفوذهم بيضيع، فكانوا مستنيين اللحظة المناسبة عشان يتخلصوا من الوضع ده ويرجعوا الأمور لما كانت عليه. فدي نقطة. النقطة التانية بيقولوا على بقى فئة الجنود وقادة الجيش، كانوا يعني رغم خضوعهم لقواعد صارمة جدا ونظام شديد، لكن كانوا في حالة غليان وعدم رضا عن الأوضاع، ويعني عندهم استعداد أو عندهم قابلية للتأثر بأي يعني حركة، بأي ثورة، عشان يخلصوا من الأوضاع اللي هي الموجودة دي والصعوبات اللي بتواجهها الدولة. ثالث نقطة بيتكلموا عنها في الفترة دي من أسباب ضعف الدولة في الفترة دي واضطرابها، هي عنصر الحريم الأجنبي، اللي هم الستات أو الحريم اللي جم بأعداد كبيرة قوي سبايا خلال الحروب الكتيرة اللي مرت بها الدولة المصرية، وهدايا كمان كانت بتيجي من الملوك الدول الأخرى ترسل لفرعون مصر. فكانت أعداد كبيرة قوي من الحريم الأجنبي موجودة في البلاط الملكي وموجودة في مصر بصفة عامة، ودول كانوا مصدر للمؤامرات والمكائد بين كبار الدولة وبين كبار القادة، وكانوا بيشكلوا مشكلة كبيرة. وكمان الحريم الأجنبي ده يعني حصل بقى اختلاط الدم المصري الملكي بالدم الأجنبي، وأثمر عن الاختلاط ده أولاد وعائلات، فأصبحت العملية يعني في منتهى الخطورة. رابع نقطة بيقولوا إن هي بالنسبة لفئة بقى عامة الناس من الحرفيين والتجار، فكانوا برضو في حالة غضب وتذمر بسبب تدهور أحوال التجارة. فلما ما بيكون في إهمال في إدارة شؤون الدولة، فبيبقى إيه، كل حاجة بتتدهور والتجارة بتتدهور طبعا، فأصبحت أحوال التجارة صعبة، مفيش إلا تجارة محدودة جدا. فالتجار وكبار الحرفيين كانوا في حالة غليان. ونرجع لنقطة الحريم الأجنبي كمان، إن مثلا بيذكر المؤرخين إن أمنحتب الثالث بعت على أقل تقدير 5 مرات للولاة الآسيويين اللي هم التابعين لمصر عشان يبعتوا له فتيات جميلات من اللي هم العذارى عشان يكونوا في القصر عنده، عشان يعني يستمتع بيهم. وبيذكروا المؤرخين ان كان في حوالي 428 فتاة او يعني جارية عند أمنحتب الثالث، وكان لما يحب يهادي كبار رجال الدولة او كبار القادة كان يهديهم بالفتيات، يعني يديله مثلا فتاة جميلة او مجموعة فتيات جمال هدية ليه على يعني تعبيرا عن رضاه عنه. فكانت الحقيقة حياة الرفاهية والمتعة والتلذذ هي المسيطرة على الوضع، وكانت يعني بتشكل خطورة كبيرة على إدارة البلاد. بنلاقي بعد كده إن توت عنخ آمون ما بيستمرش في الحكم إلا 10 سنين، وبيتوفى في ظروف غامضة، وبعد
وبعدين بيدفن في مقبرة صغيرة لا تليق بمقبرة ملك من ملوك المصريين القدماء. ويقال إنها المقبرة دي كانت أصلا يعني مقبرة آي اللي هو كبير الكهنة، ولكن ده تم دفن توت عنخ آمون فيها لأن مقبرته الملكية ما كانتش اكتملت. ويقال إن آي استولى عليها أو خدها بعد كده، لأن آي هيتولى الحكم بعد وفاة توت عنخ آمون لمدة 4 سنين. فتم دفن توت عنخ آمون على عجل وبسرعة جدا، حتى إن الكنوز والأساس الجنائزي والأدوات بتاعته كلها بتتحط في المقبرة كده كأنهم يعني رموها بدون ترتيب. وحتى بيلاقوا إن في نشارة موجودة لسه على أرض غرف المقبرة، فيعني استدلوا من كده على إن الدفن كان تم على عجل وبسرعة، ويعني كأنهم عايزين يتخلصوا من الموضوع المراسم الدفن ده بسرعة. وكان المراسم الدفن ونقل السلطة في مصر القديمة بتاخد وقت، بتاخد شهر تقريبا. وهنا بيظهر دور زوجة توت عنخ آمون وأرملته لما توفى فجأة، اللي هي عنخ سمن با آمون. بتبعت رسالة في السر لملك الميتانيين في آسيا، اللي هي المملكة اللي هي تعتبر يعني صديقة للمملكة المصرية. بتبعت للملك الميتانيين تطلب منه إن يبعت لها حد من ولاده عشان يتجوزها ويبقى هو الحاكم على مصر وفرعون مصر، وهي في الحالة دي تحتفظ بأنها تبقى زوجة الحاكم وتفضل على العرش. لكن ملك الميتانيين بيشك في الرسالة وبياخد وقت على بال ما يقرر إنه يبعت لها حد من ولاده عشان يتجوزها. والوقت طبعا بيكون ما بيسعفش يعني أرملة توت عنخ آمون، لأن لما اتحرك حتى يعني بعت فعلا حد، يقال إن هو بعت حد من ولاده عشان ينزل مصر ويتجوز أرملة توت عنخ آمون، لكن الوقت ما أسعفوش. ومجموعة من الجنود المصريين اعترضوه في الصحراء على الحدود داخل مصر وتخلصوا منه، وده كان بتدبير من كبير الكهنة اللي هو آي. وهنا بينتهي ذكر أرملة توت عنخ آمون من التاريخ ولا تذكر مرة أخرى. وآي بقى بيتولى الحكم 4 سنين، وبعد كده بينقلب عليه قائد الجيش اللي هو حور محب ويتولى هو الحكم، ويموت آي برضه في ظروف غامضة. وبعد كده حور محب بيأسس أسرة كبيرة حاكمة لمصر، هي الأسرة ال19 اللي هي هيكون منها سيتي الأول ورمسيس الثاني، وهنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. وهنا بتنتهي حلقتنا، ونشوفكم في حلقة جديدة من حكاوي تاوي على خير بإذن الله. شكرا ليكم.